السلام عليكم، تحية للجميع، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. واحد النقطة كانوا طرحوها الإخوان كذلك في التعاليق وكذلك في الرسائل الخاصة بالنسبة للإخوان اللي ما عندهم حتى شي واحد هنا في أمريكا. كيطرحوا كيفاش أخويا مثلا نقدروا نتعاملوا مع هذا الوضع وحنا ما عندنا حتى شي واحد في أمريكا. وهنا صراحة كلا الجنسين طرحوا، يعني الذكور والإناث. فبالنسبة نبدا مثلا بالذكور، نعطي مثال مثلا الواحد ما عنده حتى شي واحد هنا في امريكا، شنو ممكن يدير باش يجي يصوفي هنا راسو. فمقارنه مع يعني السنوات، يعني سنوات الثمانينات التسعينات ولا كانت الامور شويه صعيبه على الامور ديال الان. علاش صعيبه؟ لان شحال هذه كانت شويه ديال هادشي وسائل التواصل ما كانتش تقريبا الاغلبيه. حتى الا كانت يعني التليفون قليل، عرفتي غير باش تعيط في التليفون ما هي وما لونها، كانت يعني شي امور. انا قلت لك هادشي ديال التواصل كان صعيب باش انك تهضر مع الناس هنايا، تلقى اصدقاء هنا في امريكان، تواصل معاهم، يتعرضوا لك المطار، يوقفوا معاك، يعني التواصل. كنهضر على التواصل، كانت القضيه صعيبه شحال هذه. اما دابا الحمد لله الوسائل متوافره. وعلاش كنقول لكم بالضبط هذه الوسائل متوفره؟ اذا مثلا انا فائز في القرعه الامريكيه، فاش غنعرف راسي فائز في القرعه الامريكيه؟ كيبداو الاجراءات ديال القرعه، مفهوم؟ يعني كنبدا نعمر داك الدي اس الى اخره. من قبل ما نعمر الدي اس خصني العنوان. اذا كنبقى نبحث، عندي الوسائل التواصل، فيسبوك، انستغرام، التيك توك، يعني بزاف ديال الحوايج. عندي غير اصلا التليفون، واتساب. دراري ضروري لا ما كان شي واحد من الاصدقاء ديالك، من ولاد حومتك، من ولاد عائلتك، ضروري غتلقى شي واحد صاحبك. المهم غتبقى انت تسول، ضروري. احنا عارفين ما عندك حتى شي واحد، ولكن شنو كتبدا دير؟ كتبقى تسول. عافاك انا راه جاتني القرعه وراني محتاج واحد العنوان، راه ما عندي حتى شي واحد. كتسول صاحبك الاول، صاحبك كيقول لك عطيني راه ما عنديش، ولكن انا نسولك واحد صاحبي واحد اخر. وهي غادا كتسول الوالد عاوتاني من جهته عاود هو كيسول، حتى كطيح شي واحد كيقول لك راني لقيت واحد السيت امريكان راه شنو كتبقى تواصل. هادشي يعني كنقول لك غير بالتليفون. شويه كتدخل الفيسبوك، كتلقى الجروبات، الصفحات، كتطرح هذا المشكل ديالك. خوتي انا محتاج واحد العنوان، واش كاين شي واحد اللي غادي يساعدني غير باش نعمر داك الاستماره ديال دي اس 260؟ كتبقى تسول، ضروري يكون اكيد غطيح. وانا متاكد ما كاينش اللي ما زعما ما يعطيكش العنوان، ولكن بمجرد انت تبدا البحث، يعني بحث 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 بحث، كتلقى اللي غادي يساعدك وغيعطيك العنوان. اذا شفتوا دابا الفرق ما بين شحال هذه ودابا، يعني دغيا واحد الظرف ما كاملش، نقولوا كاع اسبوع ولا غتلقى حنا عطينا كاع الاقصى اسبوع، وما راه في نهار ولا يومين الا جلستي وتكونسونطريتي وبقيتي غير كتبحث غتلقى اللي غيعطيك العنوان. اذا كتاخذ العنوان كتعمر به داك الاستماره ديال دي اس 260. ها انت بعدا واحد المسمار كما كنقولوا طرقتيه، كتعمر الدي اس 260 كتسنى صافي على حساب الكيس نمبر ديالك شحال حتى كيطلع في الشراء، باش عاوتاني دوز ليطاب الثانيه اللي هو يجيك الموعد. فذاك الفتره اللي كتبقى تسنى ما كتبقاش غير جالس، كتبقى تبحث، لان انت راك عارف ما عندك حتى شي واحد في امريكا. كتبقى تبحث عاوتاني الفيسبوك، الصفحات. انا عافاك ان شاء الله الى ربي يسر لي الامور، غادي يجيني الموعد ونجي. راكم كما عارفين راه خص شي واحد اللي يستضفني، خص شي واحد اللي غيوقف معايا في البدايه، خصني نكري، خصني يخرجوا لي الوثائق، خصني اللي غيعاونني على ما نلقى شي خدمه، على ما ندوز البيرمي الى اخره. يعني كتبقى كدير البحث عاوتاني. واخا انت في الاول هذاك غيعطيوك العنوان، يعني هذاك اللي يعطيك العنوان جوج احتمالات: يا اما غيقول لك غادي نصرفك مرحبا اهلا وسهلا، زعما دخلتي معاه في الديتاي، بديتي كتهضر معاه الله يحفظك خويا ولا اختي ولا عادي، راه كاين الاخوات اللي كيستقبلوا وكتهضر معاهم يعني بكل صراحه. انا مقبل شنو عندي. اذا كان غادي يصادفك هذاك النت اللي عطاك العنوان مزيانه، ولكن غدير البلون هذا البلون اي، خصك دير يعني البلون ا، خصك دير البلون بي. ربما انتم شفتوا دابا في هذه الظروف حاليا راكم عارفين كل واحد المستضيف كل واحد وظروفه. ربما اليوم غيقول لك غادي نستضيفك، دوز شويه الامور ما غيرجع، ما شاءت الاقدار انه وقعوا شي ظروف ولا شي حاجه ما يقدرش يستضيف. ديما الاخوان ديروا البلون بي. وسمعوني شنو كنقول لكم رجاء. اذا هنايا غير كدير البلون بي، يعني كتشوف واحد الشخص واحد اخر في حاله ما وقع مشكل مع المستضيف الاول، كنلقى المستضيف الثاني اللي يقدر يعاونني. اكثر من هذا الشيء يعني كنكون كما قلت لكم كنقلب، واكثر من هذا الشيء ركزوا لي على الولايه، مثلا الوجهه فين بغيت انا نمشي. يعني
كنبقى نبحث عافاكم الناس اللي في ميريكان، كنكون داخل انا في جروبات ديال الناس اللي هنا في ميريكان، وكنبقى نسول مثلا هذه الولايه هذه الناس اللي عايشين فيها عافاكم عطيونا شي نبذه عليها من ناحيه المعيشه، الكرا، الخدمه واش موجوده، الترونسبور واش موجود الى اخره، وانت كتبقى تجمع المعلومات شويه عاوتاني لا غدا عاود كطرح. المهم كتستغل هاد السوشيال ميديا، كتستغلها لصالحك نتايا، كتبقى تبحث عاود انت راسك، كتدخل جوجل اليوتيوب كلشي كاين، غتشوف هاد الولايه شنو هي، هذه شنو كتميز، هذه الجو فيها كي داير، بارد سخون ثلج كدا، الخدامي المينيموم ويج باش كيخلصوا فيها، يعني بشحال كيخلصوا الساعه، وانت كتبحث 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 انت كتلقى راسك سمعتيش لا معلومات هذا الشيء، وانت راه ما عندك حتى شي واحد هنايا، مفهوم؟ بالتالي كما قلت لكم لقيتي عاوتاني بديتي كدير البحث، لقيتي اللي غادي يصادفك، يعني تيسرات لك الامور ولقيتي شي واحد اللي غادي يصادفك، تبارك الله مزيان، انت حليتي عاوتاني عليك واحد الجبل ثقيل. لو انتم عارفين الاهميه ديال المستضيف هنايا، انا راه مازال كنهضر على الذكور، يعني ذكور اللي غادي يجوا هنايا، احتمال وانا كنخلي احتمال كبير هو انه ما لقيتيش شي واحد اللي غادي يصادفك. فمن طبيعه الحال صافي اول حاجه غتكون بعدا درستي فينا وجهه غادي تجي، فينا ولايه غادي تجي، غتكون بعدا ضروري هذه خصك ديرها. اي واحد اي فائز خصك تعرف اين ولايه بغيتي تمشي، باش غير تاخذ القرار باش تقطع البي ان شاء الله. الا خديتي الفيزا ديالك كتكون عارف فين غادي تمشي، وهذيك الولايه كتكون صافي او موا اختار الولايه اللي يكونوا فيها واحد النسبه ديال العرب كثار، يعني النسبه ديال العرب، انا كنقول العرب ماشي مغاربه، العرب يعني فيهم مغاربه، توانسه، جزائريين، مصريين، باكستانيين، هنود مسلمين، يعني بصفه عامه المهم يكونوا فيهم عرب مسلمين. فغي كتمشي لهاد المدينه اللي فيها ولا هاد الولايه اللي فيها هاد الناس هادو كتسهل عليك الامور. كيفاش كتسهل عليك الامور؟ ربما غتجي غنقول لك جيب معاك شويه الفلوس بزايد، سير خذ مثلا موطيل هو واحد النوع ديال اللوطيلات ولكن كيكون رخيص على لوطيلات، يعني كيكونوا حتى هما دي شومبر صغارين فيهم شومبر فين تنعس والدوش ديالك، ولكن كيكونوا رخاصين، يعني غتخلص واحد $30 $25 $40 $50، المهم رخيص على اللوطيل راه تلقاه من $80 الفوق، واش فهمتوني؟ كتجلس فيه، او لا اذا كانت عندك ميسره شويه الامور كتشد اوطيل ولا ابارتمنت مفرشه الا كانوا عندك وليداتك، ما عندك ما دير لان عييتي ما تقلب ما كانش اللي غادي يصادفك. فبطبيعه الحال غتصبر داك السيمانه ولا 2 سيمانات، ولكن في داك السيمانه اللي غتشد فيها داك الموطيل ولا الابارتمنت ما تجلش، غنمشي يا جماع يا غنخلق علاقه مع داك الجاليه العربيه اللي كاينه في داك الولايه اللي جيت ليها انا، وغير كنخلق علاقه معاهم كون اكيد انني غالقى الحل وغيلقاو لي الحل، ونغنقلب على الجمعيات وغنسول هنا وهنا وهنا وهنا. بطبيعه الحال كون اكيد غتلقى اللي غادي يعاونك وغادي يدبر لك على الكرا ويوقف معاك. هنا 2 احتمالات، ربما غطيح على حساب عاود نتايا، طيح في واحد غيقول لك اخويا غندبر عليك بالمقابل، ولا غطيح في واحد غيعاونك لله في سبيل الله. ولكن مهم غتمشي، انا قلت لك كاين امور اوليه تبدا بها، يعني غتبدا من تفسير الجامع كيتجمعوا فيه يعني مختلف الجنسيات، غتلقى مع مغاربه، غتلقى مع توانسه، جزائريين، مصريين الى اخره، هضر مع هذا وهضر مع هذا وهضر مع هذا. غير انا اللي كنوصيكم وديما كنسطر عليهم، راه من طبيعه الحال اي واحد فينا راه يقدر يطيح في هذه السيتياسيون ديال الاستغلال، يقدر يتستغل، وهنا ربما تكون ذكر او انثى، يعني رجال وعيالات راه يستغلوا، ولكن خدم عقلك. يعني انا ما غاديش نرضى بالاستغلال، راه جيتي لواحد البلاد اللي فعلا راه كيطبق فيها القانون بحذافيره، ما نستغلش. ايوا الا رضيتي انت بالاستغلال هذيك عاوتاني شخصيتك نتايا وشخصيتك انت اختي، فهمتيني؟ وانا كنهضر على الاستغلال، يعني الاستغلال بشتى انواعه. فانا كنعطيكم يعني شنو ممكن انت ما عندك حتى شي واحد دير. اذا نجي نكملوا، قلت لك جيتي الولايه فيها العرب تكون اكيد غتلقى اللي غادي يعاونك وغادي يوقف معاك وغادي تكري. المهم يا اما يدبروا لك، مثلا كنتي بوحدك غيدبروا لك تدخل مع دراري، ولا المهم غيدبروا لك على بلاصه فين غادي تسكن. من بعد ديك الساعه انت غت يجيوك على ما يجيوك الوثائق ديالك ان شاء الله، غيبقاو ديك الساعه هذاك الانتوراج اللي حداك يبقاو انت تسول الخدامين اللي موجودين كذا، انت عاوتاني كتعرف راسك واش عندك اللغه ولا ما عندك، شنو الدبلومات اللي عندك، شنو هما المهارات اللي كتميز بهم الى غير ذلك. مفهوم؟ صافي يعني صافي كتحشر راسك كما كنقولوا، صافي غير انت كون فيك هذا كتبحث وكتسول وكتمشي هنا وهنا وهنا، يعني كدير بلاصتك،
دير براسك هاد الارض السعيده راه الا بقيتي كتحشم ولا كتخاف ولا ما كتبغيش تزعم راه ما عمرك دير شي حاجه في حياتك. وهذا اصلا ديروا برانسيب في حياتكم، حيد منك الخوف وحيد منك داك الحشمه وحيد منك داك الثقه في النفس ديالك، بحال اللي كتقول انا ما قادرش ندير ولا ما عارفش ندير ولا ما عمرك تقول هذا الشيء. راه بقيتي كدير تقول هكا والله ما عمرك تزيد خطوه لقدام، ديما غتبقى بلاصتك، وهذا الشيء الا ما رجعتيش مارش اريا. مفهوم الاخوان؟ هنا تفاهمنا العنصر يعني الرجال يعني الذكور اللي ممكن يطيحوا في هاد لا سيتياسيون هذه. دابا هنايا البنات، والبنات صراحه عاوتاني طرحوا لي بزاف هاد النقطه هذه، كيقول لك اخويا حنا البنات وانت راك عارف البنات الظروف اللي كيمروا منها وكيتعرضوا بزاف كثار من ذكور الاستغلال، كيفاش ما عندي حتى شي واحد مثلا في امريكا كيفاش غادي ندير. وهنا راه وصلت لدرجه ديال بعض البنات الله يحسن العوين، الله يحسن العوين، راه مساكن فعلا فازوا في القرعه الامريكيه، وكاين اللي ما مشاش يدوز المقابله بسبب اول حاجه بسبب مادي، انه الفلوس على قد الحال ما كاينش، ما والديهم ما في حالهمش الله يحسن العوين، راه كلنا ما في حالناش تحت امام اللي خلقنا، الله هو الغني، ولكن اللي ظروف ماديه ما استطاعوش. وكاين حتى بعض الاخوان اللي ظروف الله العظيم الا تواصلوا معنا لظروف ماديه ما قدروش، لان كاين مصاريف كما كيعرف الجميع، كاين مصاريف يعني ما بقاش غير الفحص الطبي والفيزا، راه ما بعد الفيزا يعني خصك فلوس اللي تجيب معك هنا، فلوس الطياره وزيدوا نتوما راكم عارفين هادشي، الله يحسن العوين. بنادم ما لقى غير باش يجيب نص كيلو ديال اللحم يتغدى به ولا يتعشى به، وعساك خصو 4000 دولار ولا خصو 3300 ديال الفيزا، خصو 7000 درهم ديال البي الطياره، خصو راه الله يحسن العوين. اذا قلت كاين عامل مادي. العامل الثاني هو انه ما كيكون عندهم حتى شي واحد هنايا بالنسبه للاناث. فبالنسبه للاناث الصراحه راه صعيب شي شويه الا ما لقاوش المستضيف ولا ما لقاوش مثلا واحد عاوتاني عنصر نسوي اللي غادي يستقبلهم. فاذا كان غيستقبلهم عنصر نسوي هنايا كوميم يعني الامور غتكون عندهم بخير وعلى خير. ولكن عاود غنسطر عليها العنصر النسوي، راه البنات ولا العيالات راه يعني كيطيحوا في واحد الدوامه ديال الاستغلال بشتى انواعه. وكيبقى التحرش الجنسي هو اكبر العوامل اللي كيتعرضوا ليه هنايا الاناث بزاف. فهنايا ردوا بالكم من هذا الشيء. كان غادي يستقبلك شي عنصر يعني راجل ولا شي واحد غادي يستقبلك، ردي بالك اختي الامور هنا القانون كاين، كنتي فعلا عندك كرامه وعندك عفه ما ترضيش بهذا الشيء، حسيتي بشي حاجه ولا عيطي للبوليس وخليهم ديك الساعه البوليس القانون غياخذ المجرى ديالو. هذا الشيء لا تعرضتي لهذا النوع ديال التحرش. وكيبقى المساله عاوتاني الشخصيه ديالك انت، الا كنتي عاوتاني بالاراده ديالك وداك الشيء الاخر هذاك عاوتاني حاجه واحده اخرى ما تدخلوش فيها. حنا كنقول لكم الامور اللي كنشوفوها وسمعناها، ويعني حاولنا نحلوا بزاف ديال المشاكل ديال الاخوان اللي تعرضوا لهم هنا. فالاناث رجاء كما قلت الذكور في الاول، يعني اول حاجه كيبدا واحد البحث، كتشوف انت فين بغيتي تمشي، فين بغيتي تستقري، سميتو الولايه اللي فيها حتى هما العرب وفيها البنات، يعني غتكوني اكيد انت كتدخلي المواقع الاجتماعيه، الفيسبوك، الصفحات، جروبات، الواتساب كذلك، كتكوني جمعتيش لا معلومات وغديري يعني غتشوفي واحد يعني بنات ولا مجموعه اللي كاريين ولا جوج ولا وحده ومحتاجه شي وحده تدخل معاهم، راه كيكون يعني بزاف. وسيرتو اللي كيكونوا مثلا جاو قدامين راه كيكونوا كاريين جوج ولا ثلاثه، شويه وحده كتخرج راسها تكري راسها ولا جوج كيخرجوا راسهم يكريو راسهم، بالتالي كيكونوا كيقلبوا على شي وحده تزيد معاهم الى اخره. نفس الشيء حتى بالنسبه للذكور، فضروري كتلقى غطيح في شي وحده ان شاء الله اللي غادي تساعدك. وهذا الشيء اللي هو الهدف ديالنا حنايا في المواقع الاجتماعيه اللي الحمد لله كنطرحوا المشاكل ديالكم، والحمد لله كتكون استجابه من بزاف ديال الاخوان. وهنا بغيت نوقف وبغيت نشكر كل الاخوان بلا ما نذكر الاسماء ديالهم، كل الاخوان والاخوات اللي الحمد لله ساعدونا، يعني شخصيا طلبنا المساعده ديالهم وساعدونا في مختلف الولايات، يعني بزاف الولايات بزاف، بوسطن، نيويورك، نيوجيرسي، كاليفورنيا، اورلاندو، فلوريدا، سميتها فيرجينيا، خلاص هنا في ماريلاند تبارك الله راه الدراري كلشي كنعرفهم الحمد لله ما كيخسروناش، اللي قدر يستطاع بيان سير، راه ما كنحملش انا شي واحد فوق الطاقه ديالو، والحمد لله ساعدوا. كاين اللي ساعد في الكرا، كاين اللي ساعد في الخدمه، كاين اللي ساعد في البيرمي، يعني عاون خوتو يدوزوا البيرمي، كاين. فالحمد لله
مازال ولاد الخير، اقسم بالله الا مازال الخير ومازال غيبقى الخير ومازال ولاد الخير. فلكم مني كل التقدير والاحترام والمحبه والشكر الجزيل بلا ما نسمي الاسماء. راكم الحمد لله متتبعين وكتشوفوا اللي كاين. فالحمد لله هذا هو الدور ديالنا، غنعاونوا على قد المستطاع وغنوقفوا معكم، سواء كنتي خويا ولا كنتي اختي، ما كاينش فرق. احنا كما جينا نهار الاول وحتى حنا عاونونا لا الاصدقاء ولا العائله، حتى حنا عارفين بحر انسان جديد غيجي هنايا مازال انسان يعني طري كما قلت البارح. فغنحاولوا نديروا المستحيل باش نساعدكم ان شاء الله وحتى نتوما تستقروا، ولكن عافاكم طلب صغير، حتى نتوما ما تنساوش تعاونوا خوتكم عاوتاني اللي جايين. حنا مثلا غنقدروا نعاونوكم، عاود نتوما عاونوا باش الامور كتمشي يعني كاملين غاديين في تيار واحد وفي طريق واحد، باش حتى كيما نقولوا كيخفف علينا الحمل، باش غير هذا كيعاون الاخر كيعاون وهي غدا الامور كتكون سهله. يعني كما كنقولوا كنحاولوا نضبطوا هذا الموضوع ديال المهاجرين اللي كيجيو جدادين. يلا كمال يحييكم، السلام عليكم وتحيه للجميع، الله يوفق كل واحد.